هو انا اعرف منين ان مراتي بتحبني؟ قلت لك 100 مره ما تسالش حد عن حياتك الشخصيه، والموضوع بسيط اصلا وتقدر تعرفه. ايوه برضه اعرف منين؟ هقول لك، يعني مثلا تصحى الصبح تلاقي فطارك جاهز وقهوتك جاهزه وتستناك لحد ما تنزل. لا لا لا، ما بيحصلش. ما بيحصلش؟ النقطه دي مش مهمه اصلا، بس تقدر تعرف عن طريق ايه بقى؟ هتلاقيها بتخنفلك كده وتكلمك بالصوت الشتوي لا برضه دايما بتكلمني بالصوت الصيفي. دايما؟ هي النقطه دي برضك مش مهمه على فكره. عايز تتاكد من حبها لما تيجي تنادي عليك وتقطع وتقول لك يا استاذ للتفخيم، ويجي بعديها على طول اسمك للتنعيم. ساعتها بقى لا بتقول لي يا منيل. بتقول لك يا منيل؟ عادي برضو على فكره، مش بترميك على السطح وترجع لها. بخاف ارجع. هي بتعض ولا ايه؟ بس اكيد لما بترجع من الشغل بتقول لك فرعون الكبير الصغير وصل، وتقوم واخدك بالبوكس. يا نهار ابيض. بتاكلك يا ابني ولا بتنيمك على لحم بطن؟ لا باكل طبعا. بس يا معلم كده بتحبك، لان الست اللي بتعمل الاكل اللي بيحبه لجوزها بتبقى ماليش حق الاختيار اصلا. زهقتني والله. اقول لك على حاجه، طلقها. اطلقها ازاي بس والعصمه في ايديها؟ طب اقول له ايه ده؟ اقول لك جرب انت اللي تخنف وكلمها بالصوت الشتوي عشان تحس انها نفرتتي التخينه الرفيعه دي، فاهم؟ وتقول لها يا استاذه. اللي هي اسمها ايه؟ اسمها حسنات. حسنات؟ ده سيئات. اقول لك على حاجه، ارفع لها قضيه واخلعها واخلص من الحوار ده. ما كنت انت عملت كده يا فالح؟ على رايك بالله عليك وحياة اللي بينا لو لقيت حل وليه. بس يا عم بقى صوت شتوي.